صحيح 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 الهوى غلاب، معرفش انا هو صحيح 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 الهوى غلاب، معرفش انا والهجر قال مرار وعذاب، والهجر قالوا مرار وعذاب، واليوم اليوم دي سنة. يا مساء الخيرات عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. سعيدة جدا بيكم وسعيدة بالاشتراكات الجديدة وكمان الكومنتس الحلوة اللي دايما بتكتبوها لي. عايزاكم بس تدعولي، تعبانة شوية بس طبعا ما رضيتش اتأخر عليكم اكتر من كده. الفيديو ده كان المفروض يتعمل بطريقة تانية خالص، بحاجة كده يعني فكاهية اكتر ويعني بلذاذة كده شوية، بس يلا الحمد لله. المرحلة الأولى بتبقى قبلها بيوم. جبت كيلو من الفراولة، قطعتها كويس وغسلتها كويس قوي، وبعد كده جبت نص كيلو من السكر. تمام، ضفتهم على بعض كده، لخبطتهم على بعضهم زي ما انتم شايفين، وهسيب القصة دي كده، مش هضيف حاجة تانية خالص، هسيبها كده لحد تاني يوم. تمام، يعني يمر عليها مثلا يوم كامل 24 ساعة. ليه بقى؟ لان الصوص بتاعها بياخد كده الطعم بتاع الفراولة ذات نفسه، وبيتجانس مع السكر مع الفراولة، يعني بيعملوا ميكس حلو قوي. ودي تاني يوم كده خلاص كده. بصوا انا عايزة اوريكم الصوص بتاعها عامل ازاي. ادي الصوص بتاعها، بصوا مية خالص، جميل قوي قوي. لو هتدوقوه تحسوا ان انتوا بتشربوا شربات اللي هو بيتعمل في المناسبات ده. قد ايه كان فعلا يعني طعمه لذيذ قوي. تمام، فبصوا ادي بيبقى بالمنظر ده. اهم حاجه تبقى بوله غويطه علشان يعني الصوص ياخد راحته قوي يعني في الزياده. بعد كده هاخد الموضوع كله وهنزل بيه على طول في الحله بتاعتنا على النار الحلوه دي. تمام، وهتقلبي حبه حلوين. المكون بقى اللي عايزه اقول لكم عليه اللي هو مدي الفظيع، انتوا شايفينه طبعا، جيلي فراوله. اي يعني مش طبعا مش اي نوع، هو لازم يكون طعم فراوله. بيدي تيست عالي قوي بصراحه. انا ما تخيلتش ان المربى بتاعتي تكون زي بره بالظبط، يعني ما فيهاش اختلاف، وسهله وشغلها بسيط وحلوه جدا جدا، مش يعني حاجه لذيذه كده، تحسوا ان ايه، خفيف خفيف. هي بس الليله اللي هتبات فيها الفراوله في التلاجة وخلاص على كده. طبعا الفراولة دي بتاخد كذا مرحلة، فانا بقيت اطفي الكاميرا واشغلها تاني علشان نشوف المراحل بقى، فاهمين يعني. بتاخد شوية وقت على النار بس عشان تستوي حلو وتتظبط حلو. وبصوا دي اول مرحلة، بدأت بقى ايه يعني، تبدأ في الغليان، الفوران اللي فوق ده او الريم اللي فوق ده. بشيله بس مش في المرحلة دي، انا بوريكم بس شكله، بس انا مش هشيله في المرحلة دي كده اول مرحلة خالص يعني في البدايات. المرحلة التانية زي ما انتم شايفين بدأت تغلي وبدأ الريم يزيد شوية، فبدأت اشيل بقى حبة حبة كده صغيرين. طبعا مش هنشيله كله، مش 100% هيتشال، ولا لا لا خالص. على قد ما اقدر، اوكي. ومش هيضايقني بعد كده لما اجي اخلطها كويس، خلاص الشكل الابيض ده او الريم ده اللي فوق ده هيروح خالص. بصوا بدأت المربى او الفراولة تقصر او تقل في الحلة، فاهمين. انا بوريكم الشكل بس بتاعها. طبعا ريحتها كانت قلب البيت، ريحة فراولة فعلا، ريحة خرافة. بصوا بدأت تقصر خالص، قلت خالص اهي. هجيب بقى نص الليمونة بتاعنا وهعصر عليه نص الليمونة ده بس عشان يعقد معايا وتمسك كويس. طبعا الجيلاتين برضو شوية في الجيلي هيبقى برضو هيعمل لها تماسك يعني. وبس شلتها من على النار، بس عملت تيست الاول هوريهولكوا دلوقتي. التيست ده مهم جدا، يعني بيوريكي خلاص انتي تطفي النار وخلاص الفراوله بتاعتك جاهزه او المربى بتاعتك جاهزه.
هجيب بقى السباتولا وهي هعملها بخط كده، لو دخلوا على بعض الخطوط دي يبقى لسه عايزة على النار، ثابتين زي ما هما زي ما انتي شايفة دلوقتي، خلاص كده. وطبعا انا بحبها كريمية فبضربها بالهاند بلندر، تبقى معاكي سبريت حلو في السندوتشات، على التوست، على اي حاجة عايزة تحطي عليها، تبقى سبريت كده وحلوة مش مكلكعة. لما لو حباها بالفراولة فراولتها مفيش مشكلة. وبكده بقى نكون عملنا فراولة بيتي او مربى بيتي حلوة وطعم جميل، بقولك طعم زي فيتراك بالظبط حقيقي. لو جربتوها هتعجبكم جدا. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية قريب ان شاء الله، واكون احسن بكتير عن كده. يلا اشوفكم على خير، باي باي.